بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. كل المعلومات عن مهاجم الأهلي الجديد في الموسم القادم محدثكم الإعلامي وافي عرفة على قناتكم الأهلاوية. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينوي تكوين فريق قوي جدا الموسم القادم استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد بمشاركة 32 نادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي تلبية كل طلبات المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر، والذي طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع مهاجم محلي جديد للأهلي للاستعانة به في الموسم القادم. وقد رشحت إدارة التعاقدات أكثر من اسم لمهاجم على مارسيل كولر، وهم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، وأحمد أمين أوفا لاعب إنبي، ومروان حمدي لاعب نادي المصري، ومصطفى زيكو لاعب نادي زد اف سي. وقد علم فريق عمل قناة الأهلاوية أن المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بعد متابعة دقيقة للاعبين من خلال مشاهدة المباريات قد أعطى الضوء الأخضر للجنة التعاقدات للتعاقد مع أحد هذين اللاعبين، وهم بأولوية الترتيب مصطفى زيكو مهاجم زد وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، حيث كان مصطفى زيكو هو الخيار الأول للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. وقد اتفق رأي لجنة التخطيط مع رأي مارسيل كولر، حيث أن لجنة التخطيط قد سبق وقد قامت بطلب التعاقد مع مصطفى زيكو الموسم الماضي من حرس الحدود وقبل انتقاله إلى زد، حيث رصدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي موهبة اللاعب وإمكانياته التهديفية الرائعة من البداية، حيث استطاع اللاعب في أول موسم له في الدوري المصري من حصد جائزة أحسن لاعب في المباراة 7 مباريات ليحتل المركز الأول في حصد تلك الجائزة، متفوقا على كل لاعبي الدوري المصري. وقد أحرز خلال موسمه الأول مع حرس الحدود في الدوري المصري 7 أهداف، وقام بصناعة 3، ولكن لم تتم صفقة انتقاله إلى الأهلي من حرس الحدود وقتها للاختلاف على المقابل المادي. أما في الوقت الحالي من المعروف مدى العلاقة الجيدة التي تربط مجلس إدارة النادي الأهلي بمجلس إدارة نادي زد اف سي، وبالفعل تم التواصل من خلال المهندس عادل القيعي للاستفسار عن مدى إمكانية انتقال اللاعب للنادي الأهلي الموسم القادم، مقدما عرضا ماليا لائقا مع إمكانية إضافة لاعبين على سبيل الإعارة لمدة موسم من اللاعبين الخارجين عن قائمة الأهلي الموسم الحالي. وقد أصر المهندس عادل القيعي وحرص على هذا التواصل مع إدارة زد ليكون الأهلي هو أول نادي يطلب اللاعب ويكون له الأولوية في التعاقد مع اللاعب، ويضع إدارة نادي زد في حرج من بيع اللاعب لأي نادي آخر. ولم يكتفي الثعلب عادل القيعي بذلك، بل نجح أيضا في الحصول على توقيع اللاعب على رغبته في الانتقال للنادي الأهلي. ويبلغ مصطفى زيكو من العمر 26 سنة، وبدأ مسيرته في الملاعب في صفوف نادي شبين الكوم، ثم انتقل بعدها إلى نادي حرس الحدود ومنه إلى نادي زد اف سي. وينافس مصطفى زيكو هذا الموسم على لقب هداف الدوري، واستطاع في وقت قصير جدا إثبات قدرات تهديفية رائعة مكنته من إحراز الأهداف من كل الزوايا والمواقف، حيث يجيد اللعب بكلتا القدمين ويجيد التعامل مع الكرات الهوائية وضربات الرأس، ويستطيع استغلال أنصاف الفرص، وهذا ما يحتاجه مارسيل كولر في مهاجم الأهلي الجديد، حيث ظهر آخر مباريات الأهلي عن افتقاده عن اللاعب القناص الذي يستطيع استغلال كل الفرص في التهديف. ولو نجح الأهلي في ضم مصطفى زيكو هتبقى صفقة جوه الجول. دي البداية مش النهاية، ولسه باقي في الحكاية. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وانت ماشي على الماشي، والسلام عليكم.